مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. غدا إن شاء الله عيد الأضحى. بهذه المناسبة باسمي عبد الله عبيد أهني جميع متابعي قناة عبيد تيفي باليوتيوب هنيئا بهذه المناسبة. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف ألف خير. كاين اللي بإمكانه أنه يضحي، وكاين اللي ما استطاعتوش أنه يضحي، وكاين اللي غيتضامن مع اللي ما قادينش يضحيو. يعني مجتمع مقسوم إلى ثلاثة أقسام. اللي بإمكانه يضحي نتمنى أنه يفكر في اللي ما في استطاعتوش، نتمنى أنه يفكر في اللي ما في استطاعتوش، في اللي ما قادش. ماشي غير تشري وتبقى عاطيها البولفاف والتقلية والتفوار والشوا وجارك كيشم وهو ما قادش يشري. فكروا في هذا الناس، فكروا في خوتكم، فكروا في جيرانكم، فكروا في أهلكم وناسكم. هذه رسالة لخواتاتي والخوتي المغاربة ودوزناها. أراك دابا الأسعار ديال الحوالة في المغرب اللي بين الفينة والأخرى كتطلع وكتنزل، ولكن إلا قلنا كتنزل لا ما كتنزلش، كتنزل زعما لا 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 لا، بحال المازوط بحال الغازوال البنزين، لا لا لا. إلا طلعت كتطلع بأثمنة خيالية، وإلا نزلت كتنزل بالريال زوج. إلا غيزيدوا جوج درهم في الغازوال، 3 دراهم، إلا غينقصوا 4 ريال. يلا وسير مع هادو دابا. نفس الشيء مع الحواله. واحد السيد يذكر بخير كيتكلم لي على الرحبه ديال تيزنيت البارح ولول البارح، العافيه شاعله فيها. كيتكلم لي على راسو مشى يشري، مشى عند واحد الكساب سولو الثمن ديال هذا الحولي، قال ليه 80,000 ريال. قال لي واخا نمشي نقلب واش كاين شي واحد اخر باقل ثمن. ديك الساعه ممكن نرجع. مشى ودار ما لقاش داك الشيء اللي بغا ورجع عند نفس الكساب. عرفتو يا سيدنا بشحال لقى الحولي من بعد ما رجع ليه؟ ب97,000 ريال. 98,000 ريال. بشحال تزاد؟ 18,000 ريال في دقائق معدودة. الحولي تزاد ب18,000 ريال. غيذبح ذهب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بالله عليكم فين غاديين؟ هذا السؤال أظنه أنه منطقي. كنتسناو الحكومة تراقب، الحكومة غايبة ميتة كاع، كايناش في الوجود. نفس الشيء مع وزارة الداخلية. فين هي وزارة الداخلية المعنية؟ الله تعالى أعلى وأعلم. فين هي وزارة الفلاحة؟ فين هي وزارة التجارة؟ هذو كاملين حقائب معنية. كل هذه الحقائب معنية. هذه الوزراء معنيين بالأمر، خصهم يتحركوا. نتمنى في أقرب وقت، مش من أقرب وقت، بقات فقط ساعات قليلة للعيد، زعما يقدروا يتحركوا هذه العشية. في هذه العشية صعب جدا، صعب. تمنيت تكون ديك القايدة اللي راجت في المواقع التواصل الاجتماعي في جميع المدن المغربية. مشات عند واحد الكساب وحددت ليه الثمن، بيع ب50، ما تزيد ما تنقص. 50,000. ونعم المرأة. شحال خاصة من هذا المرأة في المغرب؟ بزاف ما عجبهمش الحال وما تضامنوش معها وما حيوهاش وما صفقوش ليها، ولكن شخصيا انا كنصفق ليها. وخاصنا بزاف ديال هاد القاده في المغرب، في كل المدن المغربيه، اللي يراقبوا الاسعار ويحددوا الاثمنه للكسابه. متفقين، هناك مضاربين، هناك شنقه وسطاء الى اخره،
ولكن خص الدوله دير حل. علاش اصلا جلاله الملك اهاب بمواطنيه في السنه المنصرمه انهم ما يعيدوش باش تكون وفره هذا العام، واللي ما قادش يشري على الاقل بامكانه يشري شي حولي بسيط. اكيد كلشي الاغلبيه الساحقه راه ما في استطاعتهمش يشريو حولي ولكن على الاقل بامكانهم يشريو شي حولي بسيط. او دوك الحواله الكبار السرديين الى اخره خليناهم اصحاب خنز ديال الفلوس، الاغنياء واخا الغني هو الله خليناهم لكم يلا. على الاقل خليو المواطن شويه، راه كاين مسكين اللي ما خدامش، كاين اللي كدار مع الزمان غير طاب مع شو فين غنجيب 80,000 ريال. وعاوتاني العيالات الله يسمح ليهم ماشي كلشي عاود، واحد الفئه من العيالات لا يستهان بها للاسف راه كيزرقوا الراجل المسكين الا ما جابش، اخص بوه يجيب ضروري ولا بدا، الا ما جابش نعصيو بوه ما عندناش مشكل. ها العيالات زقيو معنا ريوسكم الله يهديكم. العيد غير نهار كيقرا واحد الفنان امازيغي غيدوز اللي هو الفنان الحسين مراكشي، وتحياتنا ليه من هذا المنبر. ما كنا يقول حالي قلت العيد راه زرين غير تغط عفوا حتى تغط ما بغاتش تخرج ليا عفوا غير هي الوحيده اللي كتخرج ليا، ما بغاتش تبعد مني. نغرتي تنغكور غير صغير يزري، ماشي نغرتي تغط لا نغرتي تنغكور غير صغير يزري. يعني العيد كي كان الحال غيدوز هو غير نهار، ذبحنا ولا ما ذبحناش غيدوز، عنده الحق. ولكن حنا خصنا ضروري نبزو على ريوسنا، نمشيو نديرو الكريدي، نبيعو الدار، نبيعو هاودي. هو غير سنه مؤكده ماشي فريضه من الله، ماشي فرض، لا سنه، وخص يقولها الناس. سادتنا الطلباء والعلماء والفقهاء والاساتذه خشاو ريوسهم في الرمله ودخلوا عفوا الجحور ديالهم، ما قادينش يخرجوا يقولوا للناس هذا غير سنه مؤكده ماشي فريضه من الله. والحكومه ضاربه الطم. وكنظن بان هذه الحكومه اسوأ حكومه في التاريخ ديال المغرب الحديث. في تاريخ المغرب الحديث اسوأ حكومه هي حكومه اخنوش، واللي يسمع بهذه الحكومه مستقبلا غيرجع وغيلعنها وغيدعي عليها، وانا اجزم بذلك لانهم ما خلوش المواطن فين يحييهم وفين يصفق لهم. عليهم من الله ما يستحقون. نختموا بالكلاب الضاله اللي للاسف ما بقاوش فقط في مدينه واحده في المغرب، بل اصبحوا في كل المدن المغربيه، خاصه عندنا هنا في تيزنيت. ما يمكنش تدوز في شي حي وفي شي شارع بلا ما تلقى مع 4 ولا 5 ديال الكلاب. والحمد لله كينجينا الله وصافي، الحمد لله ان الله كينجينا. وراه وقعوا حوادث وكوارث مدن اخرى في الاسابيع القليله المنصرمه. راه الكلاب كلاو بشر، مجموعه من المدن المغربيه راه تجمعوا على واحد الصباح بكري بغى يطبق مسكين الفياق بكري بالذهب مشري، وهو يتلاقى مع الكلاب ويبشوه وينهشوه. اكلاوه بلا حرف. ووزاره الداخليه عاود ضاربه الطم، ما كايناش. سي عبد الوهاب الفتيت فينك؟ وفين هي الحكومه؟ فين هما المنظمات؟ اولا حتى تقتشي كلب عاد تفيقوا. ودابا ما محلكم الاعراب؟ فين هما المنظمات والجمعيات؟ خاشين ريوسكم في الرمله. ودي كون غير خلات الدوله المواطن يدير شغله بيدو، والله ما يوقع هذا الشيء كامل. للاسف الدوله ما خلاتش المواطن يدير شغله بيدو، ما تحملتش مسؤوليتها ودارت شغلها بيديها. خلات الكلاب منهم البشر منهم الكلاب. امتى غيكون شي حل؟ الله تعالى اعلى واعلم.
امتى؟ الحكومة، وزارة الداخلية، المنظمات، الجمعيات، وراجعوا ريوسكم، محد الوقت باقي. واخا اللي وقع وقع، وكاين اللي مات مسكين، الله يرحمهم، الله يرحمهم، ماشي واحد ماشي زوج اللي توفاو من الكلاب. وانتوما ما كاينينش في الوجود كاع. اودي الله يرد بكم، الله يرد بكم. عيدكم مبارك سعيد مرة أخرى، تعيدوا وتعاودوا، واللي ما استطعتوش هانية، اللي ما استطعتوش هانية، هذه غير سنة مؤكدة، العيد غير نهار. ونتمنوا أن الناس يفكروا في بعضياتهم، اللي ما شرى يتنزه عفوا، اللي ما شرى يتنزه، ياك بعدا ولا لا؟ فكروا في بعضياتكم المغاربة، فكروا في جيرانكم، فكروا في خوتكم، ماشي اللي قد يشري يشري ويبقى عاطيها البولفاف والشوا والتقلية والتفوار، وجا روح حداه كيشم وهو جوعو في كرشو. الله يهدينا ويهديكم، إلى اللقاء.